واش عمرك تخيلتي ان الحاجه اللي كديرها بكل حب واخلاص تولي سبب باش يضحكوا عليك الناس؟ هادشي هذا هو اللي وقع للمشجع الكونغو، يبقى واقف ماتش كامل هز يديه كيشجع بلادو بكل حب، ولكن للاسف السخريه جات من واحد ما كانش خصها تجي منه، جات من لاعب محترف. كامل شفنا هذا الفيديو هذا ديال اللاعب الجزائري اللي كيستهزأ من هذا المشجع بقى كيضحك عليه. هذا المشجع ما دار والو، كان كيعيش الشغف ديالو بطريقته الخاصه. الموقف خلف واحد الموجه ديال الغضب عند بزاف ديال الجماهير، وماشي حيت المشجع كونغولي ولا حيت اللاعب الجزائري، ولكن حيت الانسانيه لا تتجزا. كره القدم قبل ما تكون رباح وخساره هي اخلاق وهي احترام. ملي كتكون لاعب محترف راك وليتي واحد القدوه لبزاف ديال الدراري الصغار، وملي كتستهزأ فقير او بمشجع بسيط هنا راك كتهدم بزاف ديال القيم. راه داك المشجع اللي ضحكتي عليه هو اللي كيخلص التذكيره، هو اللي كيعمر التيران، هو اللي كيعطي الكره الجماليه ديالها. ومادام في هذا الفيديو كنهضروا على الاخلاق، فراه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان المسلم من سلم الناس من لسانه، وعلمنا ان لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى. الضحك على الناس ولا الهيئات ديالهم ماشي من الكبار، والاعتذار في هذه المواقف ماشي ضعف وانما شجاعه. دابا بغيتكم تكتبوا لي في التعليق الراي ديالكم، واش في نظركم الشهره والفلوس كيعطيو لواحد الحق يضحك على الناس؟ وكيفاش جاكم التصرف ديال اللاعب؟ وما تنساوش بارطاجيو الفيديو باش يوصل للناس اخرين بيد لي كره القدم اخلاق قبل ما تكون رياضه. السلام عليكم.